النادي الاهلي بعد رفع احمد عبد الظاهر لشاره رابعه او شاره رابعه، النادي الاهلي بيدرس ايقاف احمد عبد الظاهر وحرمانه من المشاركه في بطوله العالم للانديه وتغريمه 100,000 جنيه. في نقطه في منتهى الاهميه، انه اللاعب ايضا كان بينوي في حاله احتساب هدفه في مباراه الذهاب في جوهانسبرج انه يرفع الشاره، حتى ولو كان كلفه الامر انه يكون موجود هناك وما يرجعش تاني. النادي الاهلي بيتخذ قرارات حاسمه بشان اللاعب، وسيتم الاعلان عنها باذن الله في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء المقبل. الخبر موثق ومن مجلس الاداره، مش هنقول الاسم، لكن لما بننشر خبر هو خبر موثق، ومهم جدا ان احنا نقوله لحضراتكم ان النادي الاهلي بيعتزم ويدرس ايقاف احمد عبد الظاهر وحرمانه من المشاركه في بطوله العالم للانديه وتغريمه 100,000 جنيه. ده خبر في منتهى الاهميه. عايز اخد بقى رايك وتعقيبك على الموضوع كله. الموضوع كله باختصار شديد، انت قلت حاجه محترمه جدا، اللي انت اخرت اللي انت تقوله متعمد. ممكن انا كنت قاعد معاك من بدايه الحلقه لكن ما كنتش اعرف اللي انت هتقول كده، الانفراد اللي انت قلته، ولكن خلينا نحط الامور في نصابها. الامور تمشي ازاي في وضع زي ده؟ الحدث الاهم ايه؟ يا جماعه احنا كده بنعمل الموضوع اعلانات كبيره قوي، اشاره رابعه اشاره رابعه. طب ما الحكم على كده بقى، الحكم الرابع يبقى اخواني، ما هو رفع 4 دقائق. لا بس مش يعني فاهم. لا انا فكرتي اللي انا عايز اوصلها ايه، النادي الاهلي اسمه نادي الوطنيه. لما احمد عبد الظاهر هيرفع بايده 4 اشاره رابعه او ما يرفعهاش، مش الاخوان المسلمين هم اللي هياخدوا البطوله، اللي هياخد البطوله النادي الاهلي هو اللي هياخد البطوله. لازم نبقى فاهمين كده، النادي الاهلي هو اللي حقق البطوله. ترفع بقى اي شعارات، انت تتحمل الخطا اللي انت عملته. ممكن من وجهه نظرك لما تيجي تتكلم معاه ممكن ان هو ما يقرش اللي ده خطا، ولكن احنا بنتكلم عشان نبعد السياسه عن الرياضه، يبقى اللعيب من اول الناس الملتزمه بالكلام دوت قبل الجماهير. انت كابتن فرقه النادي الاهلي، لو لعيب عندك في الفرقه عمل ده، اكيد مجلس الاداره هيتكلم معاك، لجنه الكره مدير الكره هيتكلم معاك، هيبقى ايه قراركم؟ اكيد بيتم التشاور معاكم في موضوع زي ده. خليك تبقى يعني خليك معانا. لا يعني صريح. بصراحه يعني انا شايف ده تصرف ممكن الاداره ما تعرفوش، ولكن انا كلاعب مش هقدر كزميله حتى لو كابتن الفرقه. الاداره في منظومه متكامله داخل النادي الاهلي. الاداره هي صاحبه القرار، ومدير الكوره هم اللي بياخدوا القرار. في اجتماع بقى مع اللاعب مش موجود وبيبلغوه بالقرار. ولكن احنا بنتكلم النهارده في ظروف استثنائيه، محتاجين نجمع الناس كلها. ما صدقنا فرحتين ليه نعمل اي تصرف اللي هو يتحسب عليا كلاعب. هي دي الفكره. لكن مش عايزين برضو نتكلم يعني مش عايز اخرج بره الموضوع وندي الموضوع اكبر من حجمه. يا جماعه احنا الحدث الاهم هو ده اللي نتكلم فيه، الحدث الاهم اللي النادي الاهلي فاز بالبطوله. الاشاره دي تتعمل بقى، مش هيتقال الاخوان المسلمين هم اللي اخذوا البطوله، لا النادي الاهلي هو اللي احرز البطوله. النادي الاهلي نادي الوطنيه، لا ما يتاثرش بالكلام دوت. ترفع اشاره ما ترفعش اشاره، تحط علامه تخلي جماهير تلبس. انا عايز